صباح الخير والعافية والبركة. لازلنا مستمرين وإياكم أعزائنا المشاهدين في فقراتنا المتنوعة. وصلنا الآن إلى المحور الثاني وهو يخص الصحافة الورقية، غياب الاحترافية والعزوف عن القراءة. كما قيل سابقا أن مصر تكتب، بيروت تطبع، والعراق يقرأ، لكن الآن نشاهد هذا العزوف. راح يكون معنا تفاصيل أكثر مع الضيفة العزيزة آمال العامري، كاتبة وصحفية. صباح الخير والعافية على عيونك. على عيونك، نورتينا. نوركم. أهلا وسهلا. حياك الله استاذ آمال، نورتينا أستاذ بتواجدك ويانا، ونتحدث عن الصحافة الورقية اللي هي تعتبر من أقدم أنواع الصحافة. نتحدث عن بريطانيا على سبيل المثال، ما زالوا لغاية الآن الشعب الإنجليزي يعني يتحصلون على المعلومات الإخبارية والأشياء اللي خاصة بكل الجوانب الحياتية من خلال الصحف، كونها موثوقة أكثر من باقي المنصات الإلكترونية وغيرها اللي ممكن أن يشوبها الفيك أو الأشياء اللي هي الصحافة الصفراء. نتحدث عن عزوف الناس عن هذه الأشياء الموثوقة واعتمادهم على الأشياء الإلكترونية والرقمية الحديثة. نعم، بالتأكيد. يعني مثل ما تعرفون حضرتكم والكل يعرف التطور اللي حصل، التكنولوجيا الحديثة، الهواتف الذكية قللت من شأن أو بالأحرى نقدر نقول يعني قضت على الصحافة المقروءة. أصبح الوقت يعني مثل احنا ما نعرف في الوقت السابق كان اكو الاسواق او في محلات ركن خاص للصحف تباع بها، او الباعة المتجولين مثلا اللي يتنقلون ويحملون. الوقت الحاضر ماكو هذا الموضوع، انتهى يعني بصراحه. هسه موجود اللوائح الالكترونيه، الهواتف مثل ما ذكرت، هاي كلها اثرت بشكل مباشر على الصحافه المقروءه. يعني الصحافه المقروءه اصبحت، مع العلم انه هي يعني من وسائل الاعلام مثل ما تفضلت الرصينه، الوسائل الاعلام المحترفه. يعني قبل احنا الصحفي كان بصراحه المحترف يبحث عن الخبر او يبحث عن الموضوع، يبحث عن اسبابه ومسبباته وتداعياته، يعني يشبع الموضوع. الان مع عصر السرعه، وبصراحه في العقد الاخير نلاحظ ان الانسان اصبح يعني كسول، يبحث عن الاشياء الجاهزه، الاشياء اللي مجرد انه هسه انت من خلال الانترنت اي موضوع تبحث عنه، تسوي له سيرش يطلع لك. يعني تقدر انه تاخذ معنى معين، يعني ما يتعب نفسه في من اجل الحصول على المعلومه. نعم. زين ست آمال، يعني حضرتك كاتبه وصحفيه، وكثير من التفاصيل اللي ممكن ان تعانيها السيده الصحفيه كسيده في الحصول على الخبر والوصول الى الموضوع الحقيقي. حابه اعرف من حضرتك انت كآمال العامري سيرتك الذاتيه، كيف توصلين للاخبار؟ كيف بدأتي الكتابه؟ ليش اختاريتي الصحافه؟ نعم، طبعا الصحافه هي بالتاكيد مثل ما اسلفت انه هي من وسائل الاعلام الرصينه. طبعا قبل ما اتطرق لها صيره ذاتيه، الصحفي يعني المحترف يعني يتمثل بعده امور، ادوات، يجب ان يكون عنده عده ادوات. اهمها انا بنظري اللغه. نعم. اللغه اللي هسه افتقدنا هالموضوع جدا. يعني الانسان بصراحه هسه ما يتبع الفنون الابداعيه او فنون الصحفي او اللغويه. يعني احنا مستحيل انه نقدر نكتب بلغه المازني او جبران خليل جبران. هاي اصبحت يعني هذا الموضوع كله، او حبزبوز، هذا موضوع شائك بصراحه ومتعب. نعم. يعني قلت لك الانسان يمكن بدا يتطرق الامور جاهزه او امور سريعه. صحيح. انا بالنسبه لي يعني من 2003 تقريبا بديت مجال الصحافه. الصحافه انا احسها متعه، يعني بصراحه الصحفي الاعلامي لما يكون صحفي بصراحه ما اعتبره انا يعني فعلا. لانه يدخل في مجالات كثيره. يعني احنا كنا مثلا انا بالنسبه لي اتنقل من الموضوع اللي نبحث به او التحقيق اللي نريد نسويه، تروحين تلتقين بعده اشخاص على مستوى واسع، العالم، الدكتور، الانسان البسيط، هذا يعطيك فد معلومات وفد صوره ذهنيه بداخلك. فاكيد يعني هاي المتعه، وهي انه مهنه المصاعب. يعني ليش سموها مهنه المصاعب؟ مو بسهوله تحصل على المعلومات، عكس ما نلاحظه في هذا الوقت. فاكيد يعني انا بديت من 2003 في الكتابه، او ما قبل احنا كنت في الاعداديه، لكن الشغف اني للاعلام. يعني انت حضرتك دخلتي بال 2003 و2004 اللي هي كانت اخطر فتره بالنسبه للصحفيين، ويتم اختيارهم على اساس المهنيه والعلميه، يعني ماكو طارئين كانوا بالمهنه. يعني بال 2003 و2004
كان مفتوحه اختبارات خاصه من قبل نقابه الصحفيين ومن قبل نقابه الفنانين والناس المختصين. فمعناها تعتبرين انت من الاقلام المهمه يعني في العراق. بغض النظر عنه انه يعني هي كانت المرحله صعبه من كل الجوانب، الامنيه يعني كانت خطره جدا. نعم يعني قلت لك مو بسهوله الانسان يتنقل، مو بسهوله، لكن الحمد لله خضنا المرحله والتجربه هاي. الله يبارك فيك. الله يخليك. واثبتنا يعني عده مواضيع قمنا بتحقيقاتها وعملنا على كثير من الامور، يعني تقبلنا مشاكل كثير من اساسا كنت على محك من الموت دائما. يعني هاي الفترات كان كل صحفي هو معرض للموت. نعم فعلا والحمد لله. وتدرون مثل ما تدرون خسرنا كثير من الصحفيين زملائنا، الله رحمه الله عليهم، شهداء الصحافه طبعا. اكيد طبعا اللي ضحوا بدمهم من اجل يعني قلمهم الحر. يعني الله يبارك فيك. طيب نتحدث عن سبب وثوق الناس بالمصادر غير الموثوقه الالكترونيه، نتحدث والرقميه الحديثه، لانه اغلب الناس تشوفيهم يتشاركون بهذه الاشياء من خلال السوشيال ميديا، الفيسبوك وغيرها. مجرد ما يشوف اي خبر ممكن هو مثير للجدل، وهذه الاخبار تكون دائما متواجده، يعني سواء السياسيه او حتى الفنيه او خبر وفاه كذا فنان او وما شابه من هذه الاشياء، تشوفين انه الناس مباشره تشاركها، يتوقعون بانه صحيحه وهو راح يكون سبق صحفي وراح من خلاله راح ينتشر الخبر ويكون هو المصدر الاول له. لكن هذه الاخبار نشوف حتى عليها لوجوات قنوات، لكن هي مفبركه يعني غير صحيحه. وبعدها القناه راح تطلع وتقول احنا هذا الخبر تم فبركته ومصادر من عندنا واللوجو هو غير صحيح. شنو سبب وثوق الناس بهذه المنصات وعدم رجوعها الى الصحافه المحترفه والموثوقه والرصينه اللي هي الصحافه الورقيه؟ مثل ما ذكرت يعني الناس هسه اصبح بمتناول اي انسان ان يحمل هاتف ذكي. يعني مثلا هسه يعني ذكرت لك انه احنا الموضوع كنا نبحث عنه ونبحث عن تداعياته ونبحث عن اسبابه. هسه اي انسان مكان معين حدثت حادثه معينه، صور صوره وصوت، رسلها، المتلقي ما يبحث انه هذا الموضوع هذا اصبح هل هو حقيقه ام لا. يعني احنا هذا التغيير الكوني بصراحه الفلسفي والكوني انا اعتبره يعني هاي فد مشكله يعني اصبحت طارئه يعني في الوقت الحالي. الناس ما يبحثون، قلت لك اكو كسل بالعقود الاخيره، اصبح كسل الانسان ما يتعب نفسه، ما يحب انه يبحث عن المعلومه الحقيقيه الرصينه. لكن هي تبقى الصحافه الورقيه هي يعني من الوسائل الاعلاميه الرصينه المؤديه اللي ادت ما عليها بصراحه. انا اعتبرها من يعني وسائل الاعلام الرائده، ادت ما عليها، ويعني بعد آن الاوان انه تتنحى، لكن هي مو معناتها انه تفقد دورها، لا بالعكس. يعني زين شلون تشوفين نسبه القراء او عدد القراء بالوقت الحالي؟ قليل جدا. او اصبح يعني عدم يعني انعدام، لانه قلت لك التكنولوجيا الحديثه بصراحه جدا اثرت على الصحافه المقروءه. طبعا هناك اكو ناس يعني قراء يعني لغايه الان انا اعرف بعض الناس يحب انه يمتلك الجريده او الصحيفه ويتمتع بها مع شرب فنجان القهوه، لكن نسبه ضئيله جدا. يعني هو لا غنى عن رائحه الورق، وحتى لنا ذكريات في الكتابه. يعني احنا كنا في السابق نكتب، يعني القلم والورقه ما يفارقنا، دفتر المذكرات ما يفارقنا. نعم فعلا. كثير من الناس لحد الان مثل ما ذكرتي حضرتك انه يشتاق الى رائحه الكتاب، وهذه الاوراق القديمه خصوصا الكتب القديمه من تفتحيها لها رائحه. كان السابق مثل ما قلتي حضرتك بال 2003 وال 2004 وقبلها اصلا، يعني اي شخص يريد يكتب في الجريده او الصحافه كان اكو اختبارات قاسيه لغويه. الان يعني يقعد في منابر ويتكلم، يفترض هي لغه عاليه، وما اعرف ليش الان معظم مقدمي البرامج يتكلم اللغه الفصيحه العاليه وهو لا يمتلك الفتحه من الضمه وما يعرف الشد من الرفع ويكسر ويضمه بكيفه. سابقا كان الصحفي يعني يخلوه باختبارات مهمه. الان هل في الصحافه الالكترونيه لا زالت هذه الاختبارات موجوده؟ اللغويه، طريقه الكتابه، اسلوب الكتابه، هل هو يرتقي بذائقه الناس اللي راح يقروها ام لا؟ الان اصبح كل من هب ودب ممكن ان يكتب في الصحافه الالكترونيه. نعم بصراحه لا يوجد هناك اي اختبار خاصه بالمواقع الالكترونيه. يعني نشوف احنا الخبر يعني يوصل للمختص وغير المختص، يمكن من خلال هاي الشبكه العنكبوتيه بصراحه. يعني احنا الاعلام بصوره عامه في الوقت الحالي لا توجد هناك رقابه يعني شلون 100%. يعني هنالك طبعا اكيد هناك خروقات وهناك ناس يعني اناس ليس بالمهنه او المهنيه المطلوبه.
لكن احنا نعول ونتمنى ان شاء الله انه تكون اكو يعني رقابه. منو السبب بهذا الموضوع؟ منو السبب خلى الناس اللي اصلا لا تعرف تقرا ولا تكتب، ناس ما عندها خلفيه ثقافيه، ما عندها فكر، ما عندها مبدا، تصير الان متكلمه بالمنابر وتكتب صحفيا والكترونيا؟ هي الدرجه الاولى القراءه، ابتعدت عن القراءه، الناس ابتعدت بشكل او باخر. طبعا يعني بصراحه الدعول على موضوع انه بال 2003 وما تلا 2003 ظهرت عده جرائد وبشكل كبير جدا، ودوريات منشورات دوريه. صحيح. لكن لاحظها تكون تابعه بصراحه لاحزاب او سياسات معينه، تنقل سياسه ذات تلك الحزب او بشكل او باخر. يعني ما ضافت للصحافه المقروءه، بالعكس يعني بصراحه اضمحلال الصحافه الورقيه بسبب هذه الامور. اضافه لا اعقب على شغله انه الاسعار الغاليه الباهظه اللي بدوا يعني الناس بالاعداد، التنضيد، الطباعه، اصبحت هاي يعتبروها مكلفه قياسا بالانترنت اللي ممكن السهول عليه فعلا. او الاجهزه الموجوده نعم. حاليا. يعني هذا احد الاسباب بصراحه. نعم. طيب شلون تشوفين بنفس الوقت هذه المقارنه ما بين الصحافه الورقيه والصحافه الرقميه؟ يعني هل ستلغي الصحافه الرقميه الصحافه الورقيه بشكل كامل؟ يعني هذا نعتبره احنا ممكن مؤثر قوي بالنسبه للصحافه الرقميه، انه تؤثر بشكل كبير على الورقيه، ممكن تنهيها بشكل كامل. نعم، هو هذا واقع. يعني احنا كل ما العالم فيه تطور، هذا التطور ان كان سلبي ام ايجابي هو هذا يعني اصبح واقع حالي. يعني الصحيفه تنحت عن ما كانت عليه في السابق. طبعا للعلم هذا ليس بالعراق فقط، يعني على مثلا عندك صحيفه نيويورك تايمز توقفت اعدادها، اصبحت محدوده على الاعداد الرئيسيين الاعضاء المشاركين فقط. يعني هذا فد عولمه، يعني هاي عولمه عالميه وليست في العراق فقط. فاعتقد هذا الدور، وهناك منافسه كبيره طبعا، منافسه كبيره. شنو ايجابياتها وسلبياتها بالنسبه للصحافه الرقميه؟ طبعا اكيد هناك ايجابيات، بس الايجابيات خلينا نذكرها بالبدايه. اكيد سرعه الحصول على المعلومه، سرعه الخبر، سرعه احسن مثلا افضل ما انه تتنقل انت من مكان الى مكان اخر عن طريق الانترنت، توصل لك المعلومه من جميع الجهات. السلبيات مثل ما قلنا هي اهم شيء المصداقيه طبعا، انت الحصول على الخبر، المنافذ اللي تاخذ من عندها الخبر. يعني اكيد احنا المفروض عندنا عده امور بالصحيفه مثل ما ذكرت، كنا لا يعني من نتعقب الخبر، نعرف اساسياته، بداياته، موضوعه، هل هو صحيح، هل هو غير صحيح. الانترنت يعني اصبح هناك معلومات مثل ما تفضلت حضرتك مو شرط تكون صحيحه. اغلب استعمال كانت الالقاب اللغويه، المصحح اللغوي، مصححين مخيفين. الصحيفه تمر بعده بحيث نرجف لما نسلم الورقه للمصحح اللغوي، وحتى اندماج الجمله وكيفيه تكوينها، كيفيه اعراب هذه الجمله والحركات وغيرها. أكيد. كيف تشاهدين حضرتك واقع الصحافه النسويه العراقيه الان؟ هل هي بالمستوى المطلوب؟ والله احنا نلاحظ ان شاء الله اكو تطور بهالموضوع. يعني الصحافه عن ما في السابق ظهور عناصر نسويه جيده، هناك عناصر نسويه بصراحه جيده، ما نقدر نهمل او طبعاً ننكر هذه الاشياء طبعا. لكن احنا يعني هناك اكيد معوقات، المراه ليس كالرجل في بعض الامور يعني. فاحنا نتمنى انه من الجهات المعنيه في كل محافل او وسائط الامور الاعلاميه انه يوفروا لها الامر اللي تحتاجه. يعني مثلا ما يكون معوقات امامها، من تذهب الى مكان معين ما تعامل مثلا ليس كما يعامل الرجل. يعني هناك بعض الامور. والله هي اكو اسباب، يعني من ضمنها انه بعض النساء الطارئات في بعض المهن، مثلا الممثلات، بعض الممثلات الطارئات اللي هم ما لهم علاقه بالتمثيل اساسا، يعني حتى معهد فنون ما داخلتها هي، وصارت الان فنانه. وبعض الاعلاميات اللي هم من خلال العري وما يقدم من ابتذال صار اسمها اعلاميه وهي اساسا جمله واحده ما تقدر تكونها. واما الصحفيات حدث ولا حرج، يعني دخلوا للمهنه مع الاسف، لكن تبقى هناك اسماء نظيفه ومهمه مثل اسم حضرتك، يعني احنا نفخر بها. حبيبتي انت الاحسن. طبعا اكيد الصحفي احنا مثل ما ذكرنا المحترف يعني يمتلك عده ادوات ويكون معروف واضح طبعاً كالنهار، يعني ما يحتاج له مثلا، لكن هو الدخيل الاول والتالي ما يصح الا الصحيح، يعني هاي احنا معروفه مثلا. فان شاء الله نتمنى من ان الكل يرتقي والكل يشتغل على نفسه والكل يعمل من اجل تطويره، حتى وان كان هناك طبعا بالنسبه للاعلام مو شرط ان يكون هو خريج اعلام، لكن هو عنده موهبه، عنده شغف، عنده حب، فيعمل ويطور نفسه، اكيد راح يوصل للنتيجه. بس المهم عفوا يعني تسمح لي بهاي المداخله، انه المهم يكون خريج كليه. يعني انا ما انتقص من الناس
الناس اللي هم خريجين اعداديه او متوسطه، بس اصبح الان وسطنا الفني والاعلامي طبعاً والصحفي طبعاً. تقام مهرجانات كبيره يصرف عليها اموال طائله ويتم تكريم فلان افضل اعلاميه نعم. وافضل صحفيه وافضل شاعره، وهي يعني جمله واحده اعرابيه لا يمكن ان تعربها. لو اختبرت لن نعم تخرج بالمظهر المقبول. الكاتبة والصحفية آمال العامري نورتينا بتواجدك ويانا، نأمل أن نلتقيك في حلقة أخرى من حلقات برنامجنا، كون أنه المواضيع الخاصة بالصحافة بكل أنواعها مهمة جدا، وشكرا لتواجدك مرة أخرى. شكرا لكم وشكرا لبرنامجكم الجميل. شكرا جزيلا، نورتينا، حضورك عطر، وإن شاء الله يا ربي نشوف كتاباتك تصل إلى ترجمات عالمية في كل الصحف العالمية الإلكترونية والورقية. تسلمين، شكرا جزيلا. شكرا. إذا مشاهدينا الأكارم واصلين إياكم لكن بعد الفاصل.